بسم الله والصلاة والسلام على حبيبي وشفيعي رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هنعمل مع بعض الحواوشي النهاردة بطريقة حلوة قوي. هنغلم مع بعض حواوشي الرفاعي وحواوشي الربيع والناس اللي بنروح لها من هنا ومن هنا. معانا نص كيلو لحمة مفرومة هتكون نسبة الدهن فيها عالية شوية. معانا ده طبق فيه فول صويا، ده بيتباع عند العطار عادي، بتقولي له عايزة فول صويا بتجيبيه زي ما هو كده بيكون ناشف. وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض. معانا بصلتين كبار وقرنين فلفل رومي وقرن فلفل شطة حسب الرغبة، عايزة تزودي مفيش مشكلة، عايزة تشيلي خالص مفيش مشكلة. معانا هنا معلقتين نشا صغيرين ومعلقتين دقيق. ويا سلام لو في بقسماط بيشرب اي ميه في التتبيله بتاعه الحواوشي، يعني البصل الفلفل الحاجات دي بتوقع ميه، البقسماط والدقيق والنشا بيلموها. معانا التوابل ملح وفلفل اسمر، ومعانا مرقه دجاج وكزبره ناشفه، ذرة شطة وتوم باودر وبابريكا. الفول صويا هنا حطيته في بولة وحطيت عليه مية مغلية علشان ينفش كده ويبقى طري، يعني عشان ما ينفعش طبعا تستخدمه هو ناشف نهائي. تمام. هنا بحطه في المية، مية مغلية عادي جدا على البوتاجاز، وببتدي اسيبه كده مجرد دقيقتين بيكون هو باش خلاص. واهم حاجة طبعا قبل ما نستخدمه في الوصفة بتاعتنا بنصفيه. هنشوف كل ده مع بعض وخطوة خطوة. هتطلعك من هنا أستاذة في الحواوشي، واللي هيدوق من ايدك رغيف حواوشي كده خلاص هيدمنه. هي الخلطة دي هي دي خلطة المطاعم، وهي دي خلطة المحلات اللي بره، لان طبعا مستحيل يعملوا الكميات اللي هي بتبقى جوه الرغيف دي. لحمة صرف، الفول صويا ما فيهوش اي اضرار، بل بالعكس بيبقى فيه الياف حلوة. هنبتدي نجيب الكبة بتاعنا ونضرب الخضروات الاول، نفرمها كويس جدا. اول حاجة هنا قطعت الفلفل الرومي، وبعد كده هنزل عليه برضو بالبصل والتوابل، وهنشوف مع بعض طريقة سهلة ولذيذة والطعم والله العظيم تلاتة، مش عشان انا اللي عاملاه بس حقيقي لازم تجربوها بالطريقة دي. وصدقوني معلقة النشا مع الدقيق مع البقسماط، بس انا ما كانش متوفر عندي بقسماط مطحون. هتنقل الحواوشي في ناحية تانية خالص خالص خالص. هيبقى من جوه كده جوسي وما فيهوش مية تبوش العيش ولا اي حاجة، وهيبقى مقرمش معاكي. زي ما شفتوا في بداية الفيديو قطعنا البصل على الفلفل ونحط معاهم التوابل، وهنحط كمان النشا والدقيق، ولو عندك بقسماط حطيه برضو معاهم. هنبتدي نضرب المكونات دي كويس جدا مع بعض لغاية ما يتفرموا فرم ناعم، علشان طبعا احنا مش عايزين الحاجة دي تبقى باينة في رغيف الحواوشي من جوه. هنبتدي بعد كده ننزل عليهم بالفول صويا، بس طبعا هنعصره كويس. شايفين انا بعصره، مش بكتفي كمان ان انا اصفيه بالمصفى، لا انا بعصره كويس جدا بايدي كده، وابتدي احطه على الحاجة اللي محطوطة عندي في الكبة، البصل والفلفل والتوابل والحاجات دي. تمام. يبقى لازمة الدقيق والنشا والبقسماط ايه؟ بيشربوا اي مية او اي سوائل في الخضروات اللي بنضيفها للحواوشي بتاعنا. هنا اللحمة بتاعتنا طبعا يشترط ان يكون نسبة الدهن فيها عالية علشان الحواوشي يطلع معاكي حلو. لكن لو لحمة احمر صافي مش هتطلع معاكي نفس المذاق بتاع المحلات. يعني انا بحاول اوضح لك كل النقاط علشان تطلعي فعلا رغيف حواوشي زي ما قال الكتاب. هنبتدي هنا احط اللحمه المفرومه مع لو الكبه عندك هتساعد، هتبقى الدنيا حلوه جدا جدا. مش هتساعد زي بتاعتي كده هنشوف هنعمل ايه، كل حاجه وليها حل يعني. زي ما انتم شايفين هنا غلبت معاها، ده قلت ما بدهاش بقى. شمري يا بنتي ايدك يلا وانزلي يلا كده وسمي الله. وطبعا ما فيش احلى من الاكل اللي بيتعمل بالايد. انا بحب طبعا اكون محنتفة شوية في اكلي وكده، بس خلاص بقى خلاص دمي اتحرق يعني من الكبة. كتر خيرها فرمت لنا الفول صويا والبصل والفلفل والحاجات المهمة. هنبتدي بقى احنا ايه ندمجهم كويس جدا جدا كده بايدينا. تفضلي تعجيني كده لمدة لا تقل عن 5 دقايق. تمام. طبعا هنا مسرعة الفيديو، يعني ما يغركيش الثانيتين دول، لا انا مسرعة الفيديو. بس انا قعدت اعجن فيها فترة طويلة علشان اللحمة تتشرب البصل والفول صويا وكل المكونات تندمج مع بعض. بصوا بقى الكمية هتتضاعف ازاي، بسم الله ما شاء الله. يعني شفتوا الطبق كان صغير ازاي اللي هو فيه اللحمة المفرومة مع الفول صويا مع مع الفلفل مع البصل. الكمية اتضاعفت بقت قدها مرتين. طبعا ركنتها في التلاجة بتاع ساعتين كده عشان تتشرب. وبعت بنوتي الأمورة تجيب لي عيش، وطبعا وانتي بتجيبي تبعتي تجيبي العيش تقولي لهم ايه عايزين العيش للحواوشي. هم بتوع الفرن حافظين الكلام ده. بيبقى العيش بيتفتح، ده اهم حاجة ان هو يكون بيتفتح وبيكون مش واخد سوا جامد، علشان طبعا انتي بتسويه على النار بيكون لونه ابيض فاتح كده.
تمام. نبتدي بقى نفتح زي ما انتوا شفتوا كده العيش وانا بفتحه، وبعد كده نحط فيه لحمة مفرومة كمية متوسطة كده، وعايزة تملي املي مش يعني اللي يريحك. احنا كده كده اهم حاجة بس عندنا ان احنا نفرده كويس في الرغيف. طبعا انا بحب الرغيف يكون لا مملي قوي ولا فاضي قوي، نص نص، خير الامور الوسط بس. ونبتدي بقى نحشي كده واحدة واحدة، واهم حاجة تفرديه كويس علشان كل حاجة اللحمة تستوي والمكونات اللي جوه الرغيف تستوي. وهو زي ما انتوا شايفين الرغيف يعني زي ما انتوا عارفين كل الافران بقت تعمل العيش زي الورقة. فبس. وهنا هنعمل بصوا بقى ما شاء الله الكمية دي هتعمل لي كمية حلوة جدا جدا، وهيتبقى منها كمان، هعمل منها كمان تاني يوم. شفتوا بقى كل ده من نص كيلو لحمة مفرومة. وطبعا زي ما على رأي ماما ورأي ستي الله يرحمها وكل الناس الكبيرة تقول ايه، البركة في ايدينا. في ناس تقولك نص كيلو لحمة مفرومة يعمل ايه؟ اهو نص كيلو لحمة مفرومة عمل غدا يومين بطريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد. واحد زهق من كتر الاكل وما بقاش فيه بقى يعني مجال لاسراف بقى في اللحوم وفراخ والحاجات دي. وطبعا عندنا عيال ولازم نغذيهم وكل حاجة، بس ما يمنعش ان احنا برضو ايه نحاول نقتصد من هنا شوية ونعمل من هنا شوية. هي الحياة عايزة كده يعني. فبصوا لغاية دلوقتي عملنا 3، ده الرابع اهو. وبصوا اصلا الطبق ما شاء الله زي ما هو لسه يعني، عشان تعرفوا ان الايه البركة في ايدينا. ربنا يبارك لكم كلكم يا رب، ويجعل الخير والرزق ما بين ايديكم، ويرزق الناس كلها اللهم امين برزق اولادهم وبرزق بيوتهم، وما يحوجش اي حد لاي حد. اهو كده 4، وهنعمل كمان الخامس. وزي ما انتوا شايفين قدامكم الطبق ما شاء الله اللهم بارك زي ما هو. ده عشان الفول الصويا والبصل والفلفل. عايزة تزودي بصل كمان تحفة يعني، لو بدل بصلتين حطي 3 مفيش اي مشكلة. بس علشان انا عندي مشاكل في القولون ما بحبش ازود البصل. بس هو كل ما يزيد كل ما يدي طعم احلى واحلى واحلى. انتوا عارفين اصلا محلات في بره بيحطوا مثلا على نص كيلو لحمه مفرومه ده 5 بصلات 6 بصلات كيلو بصل. والله مش مبالغه، بس ده فعلا اللي بيحصل. ده كده سادس رغيف او السابع ما شاء الله. بصوا كميه ما شاء الله زي الفل. اعملي بالطريقه دي صدقيني تحفه تحفه تحفه. الفول الصويا بيندمج مع اللحمه بيتقلب للحمه. وشلت بقى الكمية دي لتاني يوم. وهنا هعمل منهم رغيفين بالموتزاريلا. دي موتزاريلا الحمد نوعها حلو قوي ومطتها جميلة. بس زي ما انتوا شايفين انا مش محاولة ازود برضو قوي. اهو دي كده رغيف، وهعمل التاني برضو ايه موتزاريلا علشان عندي ايه ناس بتحبه بالموتزاريلا وفي ناس ايه بتحبه سادة. نبتدي بقى نحمرهم. هنجيب طاسة على النار، نحط معلقة سمنة. عايزة تعمليها بزيت لو عندك مشاكل او دهون على القلب او كوليسترول عالي او كده حطي زيت مفيش اي مشكلة. الزيت خلي بالك بيخليه مقرمش. السمنة بتخليه مقرمش وكل حاجة، بس الزيت بيقرمشه اكتر. يعني خلي برضو دي معلومة عندك كده، ان اي حاجة بتحمريها في زيت بتبقى مقرمشة اوريدي يعني مفيهاش كلام. بس بالطريقة بتاعتنا دي بقى وبالتكنيك ده عايزة اقولك هتشوفي زي ما شفتي كده في بداية الفيديو صوت القرمشة والطعم والريحة. السمنة البلدي بتدي طعم خرافي للحواوشي. طبعا لو هتلاحظوا احنا ما دهناش العيش ولا عملنا اي حاجة، لذلك انا حاطه معلقة سمنة كبيرة بس عشان محدش يقول لي انتي مكترة كده ليه لا هو الحواوشي عايز سمنة. هنا خلصنا حمرنا الكمية بتاعتنا. حلاوة وطعامة وجمال مفيش بعد كده. طبعا طبق الطحينة ده اساسي. نغمس الحواوشي اللذيذ بتاعنا ده كده بالطحينة. يا سلام على قطمة مخلل يا سيدي بقى لو في جرجير مش قادرة اقول لكم بقى. هسيبكم انا بقى مع الجمال ده، وان شاء الله تجربوا الوصفة ان شاء الله تنول اعجابكم. منتظرة ارائكم في الكومنتات. انتظروني في وصفة جديدة وفي اكلة جديدة او روتين جديد حسب ما يكون. أشوفكم في فيديو جديد وأسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.